Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you're doing well. This is Mr. أحمد إمام والنهارده هناخد 30 سؤال كده سريع جدا جدا للتوب اتشيفرز تالتة إعدادي. الامتحان ده كنت عامله للشباب وما عملت لهمش موديل انسر ليه، فيلا بينا نعمل له موديل انسر وكل سؤال فيه تفكير. الصوت كويس يا رجالة؟ الصوت كويس يا حبيبي؟ الصوت كويس؟ اه يا مستر، تمام تمام. طيب يلا بينا. قال لك يا دكتور اللي عايز يجاوب طبعا raise your hand او تقدر تجاوب، اوكي؟ قال لك my closest والله ما friend الزمن. talk to me. نعم يا مهند، معاك صح؟ طيب عمو ولا مش معاك؟ بص معايا. My closest friend talked to me yesterday. I think there was something wrong. بص يا دكتور، لو انت شايل دي خالص صاحبي جامد جدا هيبقى informally خلصنا منها. بس خلي بالك انا بقول لك كانت في حاجه غلط. الواد بيكلمني بادب، صاحبي وشقيقي بيكلمني بادب، يبقى ايه؟ formally، بشكل رسمي. ليه؟ لان كان في حاجه غلط. انا حاسس ان كان في حاجه غلط، فهو كان بيكلمني بشكل فورمال شويه، بشكل رسمي. تمام كده؟ طيب I met a new friend سلمى. she's so cute. I met a new friend called. called هنا يا مستر معناها يدعى. طب انا عايز is called دي اختارها ازاي؟ اجي اقول لك I met a new friend نقطه she is called سلمى. في الحاله دي فاهم حاجه؟ انما ما تجيش تقول لي I met a new friend is called سلمى. حبيبي دي جمله ودي جمله. طالما جمله جديده يبقى لازم فيها subject. you must start with the subject. لازم تبدا بالفاعل. فالفاعل هنا في الحاله دي هو she. اللي بعده the suffix. suffix دي بتيجي قبل ولا بعد؟ بتيجي بعد الكلمه. is often added to invent to form a noun for a person. صلى على النبي. كلمه invent دي ملهاش حاجه suffix بتيجي بعدها. ما ينفعش اي ار، بتبقى او ار او اي او ان. انفنشن او انفنت. دي غلط ودي غلط، فانت دلوقتي كده 50 50. طيب نفهم الجزء الثاني. طالما شفت suffix يبقى بتيجي اللي بعدها. to form a noun، عشان يكون ايه؟ اسم. ماشي، الحقيقه هو دي اسم. لو invention، invention دي يا دكتور معناها اختراع، وانفنتور دي معناها مخترع. مش عارف الكلام في العربي بيتمسح ليه. طيب طالما شفت ناون، ما هو الاختراع دي اسم ومخترع اسم. طيب قال لك ايه؟ to form a noun for a person، يعني بعمل لك الاسم لشخص. فانفنتور هي اللي معناها مخترع، فانفنتور بس هي اللي هتبقى صح، لان دي اختراع. يا سلام على الخط، إيه الاحراج ده؟ مش مهم، يلا. فانت تمسح دي، هتبقى انفنتور بس. اللي بعده، شايف كلمة ووز؟ was مروة move the heavy box. يا راجل was مروة كان، was مروة could، was مروة able to. perfect. يبقى was مروة able to move the heavy box، هي كانت تقدر تشيل البوكس ولا لا؟ فتقول لي yes، مروة was able to move the heavy box، كانت قادرة على ان هي تشيل الهيفي بوكس. خلي بالك يا دكتور، دي حاجة من الحاجات المهمة. بص يا حبيب قلبي، بسرعة كده، بسرعة بسرعة. I was able. لو حد عنده سؤال طبعا يقول لي يا رجال، يقول لي حاجة. I was able to move the the heavy box. هو إيه اللي حصل؟ بوكس. كده كده انا هبدأ يعني بإذن الله رب العالمين هقعد معاكم اطول فترة ممكنة، بس الفيديو ده لل 30 سؤال بس. بس انا بتكلم على بكرة بإذن الله رب العالمين، ويوم السبت، الجمعة والسبت اللي هم ليالي الامتحان بتاعكم. I was able to move the heavy box بتساوي I could move the heavy box. مش محتاجة، صح كده؟ طيب لما اجي اقول لك I am able to move مش عارف ايه، بتساوي مش هعمل بقى كابيتال وسمول. I can move the heavy box. قصدي اقول لك am able to بتساوي I can. was able to طبعا بتساوي I could. wasn't able to بتساوي طبعا I couldn't. و I am able to او I am not able to هيبقى I can't. يلا اللي بعده. top and bottom. top bottom top bottom يبقى دول ايه؟ antonyms. خلي بالك عشان دول مهمين جدا جدا جدا. synonym معناها معنى، وهي هتبقى similar. يعني synonym معناها similar to. تمام كده؟ والsuffix ده اللي بيجي بعد الكلمة.
أو ممكن اقول لك top and bottom are similar to each other، بس هنا لا. يعني اسف، top and bottom دول اصلا ضد بعض فمش هينفع similar. انما يعني لو اتنين كلمتين زي بعض ممكن تقول are synonyms او similars. يبقى دول antonym تضاد top وبottom. closed is to open. صلى على النبي. closed دي معناها مغلق، واوبن معناها مفتوح. مغلق ومفتوح. يبقى دول antonyms. دول ايه؟ تضاد. العلاقة بينهم تضاد. جميل قوي يا مستر. انتوني. ماشي، يعني احنا كده عرفنا ان دول ايه؟ antonyms. مش عارف ليه ما بيكتبش. دول antonyms. طيب hard دي بقى ايه العكس بتاع hard؟ soft. لان انا عايز نفس العلاقة. closed و open antonyms. فانا عايز hard والانتونيم بتاعها يبقى soft. ده مهم السؤال ده لو جالك، عشان بس تبقوا عارفين بيبقى شكله عامل ازاي. in her last film يارا تلات. was she killed her husband. يا ساتر يا رب. قتلت جوزها فلسعته with cold blood. يبقى kind يا راجل. frightened معناها خايف. هي اللي خايفة يعني هي فرايتند ما. فرايتند. لا frightened يعني خايف، هي اللي خايفة. هي بتعيط. وافرد نفس الكلام خايف. يبقى scary او اللي انت قلت عليه يا مهند frightening مخيفة. هي اللي مخيفة، هي اللي بتخوف. frightening. انما frightened خايفة. يبقى اي دي هي اللي بيجي عليه الفعل frightened. هي اللي بيجي عليه الفعل، هو اللي بيستقبل الفعل. scared. انما اي ان جي هو السبب في الفعل frightening، هو المخيف. طيب اللي بعده I was very happy to meet مو صلاح the first time. طبعا for the first time للمرة الأولى. the news دي مفرد ولا جمع؟ news is ولا are؟ أبو حميد تسبيح مريم. the news is ولا are؟ المفروض ار. لا news is. information is. يبقى حاسس دي انها is. تبقى ازا بس. اه. يبقى انا بتكلم يعني هو ما فيش هنا is، بس اقصد اقول لك ان دي مفرد. يبقى the news you told your parents was bad. news مفرد ما ينفعش where ولا are. كود مفرد بص وجمع بقى. تمشي، بس طبقا لمعنى الجملة مش هينفع هنا كود. يلا اللي بعده. أمير works hard in this sentence. اه. أمير works hard. النقطة هنا اقف بقى. in this sentence the word hard is used as a. بص يا مستر صلى على النبي. أمير works. أمير ده subject صح كده؟ و work verb. how does أمير work؟ أمير بيشتغل ازاي حبايبي؟ انا بقول لك هنا how. ها. هيبقى ايه مريم ما ادفيرب. تتكسفيش. بالظبط جدع مهند. adverb. adverb ليه؟ لان انت سألت how. how does he work hard. فدي adverb. الادفيرب describes a verb. adverb describes a verb. الادفيرب يوصف الفعل اللي هنا work. يبقى أمير subject work verb. و how does he work بيشتغل ازاي hard. ودي adverb. have you read the whole story yet؟ مش لاقيت ايه ده يا نهار ابيض. ايه الرخامه دي؟ have you read the whole story yet؟ انا مش لاقيها. طب ايه ever بتيجي في الاخر؟ لا. ممكن يقول لك have you ever already. read the whole story؟ نعم already جدع. have you ever read the whole story تمشي. ago مستحيله مع present perfect. مضارع تام ما بتجيش مع ago استبعدها. have you just تمشي، بس just هتبقى هنا. فاهم حاجه؟ أو already او ever هتبقى هنا. مفيش غير already هي اللي بتيجي في الاخر هي. ويت already ويت بيجوا في الاخر. وطبعا ما عندكش I يت am فهتبقى visiting. already. I am visiting. جدع I am visiting. I can't meet you tomorrow. مش هقدر اشوفك بكره. ليه؟ انا خلاص خدت الخطوات. I am visiting my uncle in Giza. يبقى البلانز والارينجمنتس الحاجه اللي انت خلاص خدت فيها خطوات، الحاجه اللي انت خلاص بتنفذها او هتنفذها ام از ار اي ان جي. اللي بعده Alexandria is the ذا بيج. second. the second biggest. big. ذا لا the بيجست. biggest. بص يا مستر شيل كلمه second دي. يبقى Alexandria is ايه؟ the biggest city in Egypt. صح؟ مستر هو دوت في ممكن. المنطقة اللي احنا واخدينها. لا يا روان دي حاجه تانية. ده امتحان كنت اديته لكم قبل كده.
امتحان كنت ايوه اديته لكم مثلا قبل انت كده. كنا هنحله في الحصه بس قلنا لا نروح معايا دلوقتي. بالظبط، بس في جروب تاني انا اديته لهم وصححته معايا. المهم Alexandria is the best او the biggest city in Egypt او the second او the third او the first ايا كان. حبايبي خلي بالك بقى، هل لازم تشوف ذا عشان تحط الاي اس تي عشان تبقى الصفه يعني طويله، اللي هي يعني بنقول عليها superlative مقارنه بين فرد ومجموعه؟ لا الحقيقه. بص يا حبيبي، هاجي اقول لك ايه مثلا، اكتب لي عربي، علي is my best friend، صح كده؟ يبقى انت يا مستر ايوه ممكن تقول ماي، ممكن تقول هيز او يورز او الحاجه بتاعت الملكيه. بمعنى انا شاري قلم والقلم ده ب 10 جنيه، بالنسبه لي انا هو اغلى قلم اشتريته في حياتي مثلا. بقول لك ايه، this is my most expensive pen، اغلى قلم بالنسبه لي. the most expensive pen لو هو اغلى قلم في المنطقه او اغلى قلم في الوسط الاقلام العموم، بس انا بقول لك بالنسبه لي انا ماي او his، فاهم حاجه؟ او your او هير، مفيش مشكله خالص. فمش لازم، هو طبعا هيلعب معاك في موست دي، فمش لازم تلاقي ذا عشان تختار موست. ركز فيها، هيلعب معاك فيها. والفيديو بتاعي بيتسجل عشان ايه؟ تبقوا فاكرينها وما تقولوش ما خدناهاش. يلا to give the opposite of polite طبعا هتحط ام impolite. ام. طويله. impolite. وتركايه انا متاكد ان ما حدش قالها لك الا الحمد لله انا، الا وهي ان لو الكلمه فيها ميم اللي هي مه او ب او ب، البي العاديه، او بي وام، وعايز تنفيها وينفع تحط قبلها حاجه، الحاجه دي لازم تبقى اي ام. لو ايوه بتتنطق ايوه ب اللي احنا قلناه ب في الحصه لما حد بتاع السبوره. ب، بالظبط ب او ب او ما، هتحط لها اي ام. اللي بعده the verb play، اللي معناها يلعب. ريبلاي. كان واحده واحده، كان مين شو يعني ايه؟ يعرض. by adding the prefix. ايه البريفكس اللي بيجي قبل play؟ on play غلط، display ممكن، ريبلاي. ir غلط، re بتمشي. يبقى انت عندك دي وعندك دي. replay معناها play again، replay معناها play again، مش هتنفع. replay يعيد، بتس... play again مش تيجي. فانت عندك display which means show، display معناها show. عادل is like his father، he is kind. we can add not to the word like to form the antonym. صلى على النبي. انا انت لو حفظت قلت السؤال. كلمة dislike غلط لان هي لا يحب. dislike لو قلتها، انا بقول لك هنا عادل is like his father معناها عادل زي ابوه، صح؟ ف unlike معناها هنا على ايوه عكس. ايه الخط ده يا لهوي؟ اعمل ايه؟ ما بيكتبش عربي. المهم على ايه؟ عكس. ما علينا، انتوا فاهمين. اللي بعده does Rana have to طبعا get up early، ما ينفعش does Rana must ولا should الكلام ده. يلا اللي بعده my father me to school this week as our car is. يا حبيب قلبي لما يكون عندك جملة طويلة، أول حاجة دور عليها الزمن. هي الجملة دي مضارع ولا ماضي؟ مضارع ولا ماضي؟ عشان تعرف أنا هجاوب إزاي. ماضي يبقى أنت ماضي. عندك is being repaired، فده مضارع. فبسم الله الرحمن الرحيم أنا عندي كده 3 اختيارات مش 4. بسم الله كده. doesn't drive this week، الاسبوع ده معناها مضارع مستمر. is are ing. يبقى my father is not يبقى driving me to school، بابا مش دراما. هيوديني المدرسة عشان العربية بتتصلح، مش هيوديني بالبتاع. I didn't buy the jacket or the joke or the اسمه ايه the coat. both of them. both of them perfect، لان عندك where. شايف اعملها لك ازاي؟ ليه يا حبيبي؟ هتقول لي either is، neither of them او either of them is او was ايا كان. none of them was اللي بيجي جمع يا ابو حميد both of them are، both of them were، دي الوحيده اللي بتيجي في الجمع، هي all أوه. طبعا. all of them are، both of them are، الباقي كله is. educate teach يعلم. ده- Badger ايوه late كنت for لسه بقول. school all his teachers admire him. admire معناها love، الناس بيحبوه always يعني. is. لا is always. طب ايه الفرق بقى؟ عيوني.
شرحتها المرة اللي فاتت ونشرحها عشان دلوقتي، ودي بتلخبط. مهمة أوي أوي أوي. صلى على النبي يا شباب. نعمل ايه؟ ما انا عايز اعمل ضفتش. نيو بيج نيو بيج نيو بيج. ت ت ت تي تي. بص يا شباب، بص يا شباب. he lives in England. مع مهند. مهند. ايوه يا مستر موجود. he lives in England in فيها. he didn't live in England. he doesn't بقى. اه معلش he doesn't live in England. جميل. انت لما لعبت في كلمة lives في الفيرب، لعبت قبله ولا بعده؟ قبله. قبله، صح كده؟ جميل قوي. بص يا دكتور، لحظة واحدة معايا بعمل حاجة. مرام انت الكاميرا بتاعتك اسمه ايه؟ كانت مفتوح، لا دلوقتي قفل. طيب جميل قوي. he lives in England يبقى he doesn't live in English. خلاص، طالما لعبت في الفيرب يا مهند قبليه، يبقى العب قبليه في كل حاجة. بمعنى he always، فاهم حاجة؟ lives in England. مش هعمل كابتن بقى، ما مش مهم. انت عملت ايه؟ مرة always صح؟ مرة never. إيه المشكلة؟ مرة usually. اه صح. he usually lives in England. he never lives in England. فاهم حاجة؟ لعبت قبليه، كمل لعبك قبليه. he often lives in England. فهمت الفكره؟ فانت هنا يا اه مستر في الفيرب ده لعبت قبله. طب بص على الحته دي. لما اجي اقول لك he is always happy، او he is happy يا سيدي. he is ايه؟ happy. ان فيها. طب he is happy ان فيها. he isn't happy او he doesn't happy. يا راجل doesn't ايه happy ازاي؟ هي is he isn't يكون، ده فعل واحد بس. he isn't he, happy. he isn't happy. لعبت في الفيرب happy. اللي هو is في الحاله دي قبله ولا بعده؟ قبل. is اهي، ودي بعدها ان apostrophe t اهي، لعبت بعده. he is اه happy. ايوه انا مفكر هي قبل هابي ولا بعد هابي بقول قبل. جميل، يبقى هي از. العب بقى زي ما لعبت في ان apostrophe تي اللي هي بعد از على طول. always happy. مش عجباني always، مفيش مشكله، اعملها له never. he is مش never عجباني never he اللي is بعده. often عندك usually. مش عجباني usually اللي بعده. عندك ايه؟ often sometimes. فاهم حاجه؟ عندك rarely. عندك scarcely. عندك اي حاجه. he is never happy sometimes happy وهكذا. يلا يا رب تبقى ستة. يبقى he is always late. ايه ده؟ is always ازاي؟ يا راجل ده الناس admire him، الناس بتحبه. يبقى he is never. he is never لان الناس عشان كلها كده قلت بتحبه. استنى ماشي. يا مهند، استنى يا مهند. طيب. since 1992 I haven't seen my friend إيمان. ما شفتهاش من سنة كذا. I haven't seen them أو I haven't seen her. The not suffer from hunger and poverty. مين اللي عندهم hunger جوع و poverty اللي هو فقر؟ يبقى مين؟ the poor. دكتور خلي بالك بقى إن poor مفرد. poor دي إيه؟ مفرد. وذا poor دي جمع. طيب. thanks to my best friend بفضل صاحبي I could overcome all my problem. overcome معناها يتغلب على. The current government pays a due attention to the tourist industry. صناعة السياحة. الحكومة الحالية بتدي اهتمام لصناعة السياحة. pleasure و happiness يبقى دول نفس المعنى. pleasure و happiness نفس المعنى. is the same as not to competition. competition يا مستر يعني مسابقة. player ده شخص لعيب. champion ده بطل. championship هي اللي بطولة. وسبورتس مان ده برضو راجل رياضي. فهتبقى contest وهي تشامبيون او competition وهي بطولة. رامي didn't come to school. نبيل didn't. استنى يا مهند. رامي didn't come to school. نبيل didn't come to school. قلنا فاكرين؟ جينا كاتبها من ساعتها والله. نايزر.
قلت لك استنى يا مهند. اه تمام. ارفعوا ايديكم يا شباب، مين اللي يقول؟ والله قلنا قبل كده كذا مرة في الفيديو ده، انا بعت لكم كذا فيديوهات ليها على الجروب، كذا فيديو ليها على الجروب. مريم تسبيح، مرام روان. he didn't come to school. He didn't come to school either. ما ينفعش اه يا ولاد نفي ونفي. ما ينفعش يا ولاد يبقى ايه؟ نفي ونفي. طيب واحدة واحدة يا حبايبي. علي doesn't خليها ايه كابتن. علي doesn't like shopping. اوكي، فاقول لك ايه؟ neither علي nor محمود like shopping. مفيش مشكلة خالص neither nor. بس يقول لك I don't like shopping either، لأن زي ما قلت لك إن neither بتساوي النفي وeither. neither بتساوي كلمة النفي أهي، وكلمة either. الله أكبر. I took Marwa's pencil by mistake، عن طريق الخطأ. Trams are electric، كهربائية، so they are better for the environment. الترامات دي كهربائية. الميتنج مع المدير الجديد كان إيه؟ he didn't agree to help us. الاجتماع نفسه كان محبط، الاجتماع نفسه كان السبب. The meeting was disappointing. الأولى. I was disappointed، أنا اللي كنت زعلان. pleasant ما بسطنا، لا الاجتماع ما كانش مبهج يعني، ده كان disappointing لأن he didn't agree to help us. يلا that's all for today my friends for the 30 questions. خلي بالك إن سكال المهارة دي is only developed، بتتطور، مهارة بتتطور by hours and hours of work. ما تعتمدش إن عندك مهارة وتنام، هتعتمد عندك مهارة وتنام، المهارة هتروح أو هتقل جدا جدا جدا. المهارة بتتنمى عن طريق الشغل والعمل الشاق الكتير، عايزك تشتغل كتير وتحل كتير. ده it was said by Usain Bolt، ده أسرع واحد في العالم أو واحد من الناس الكبار في مجال السرعة. طيب انا عايزك بقى، او عايزك تبعتوا لي في شيت اوف بيبر كده، اكتب لي 110 كلمه على a biography of a person you like the most. biography عن واحد انت بتحبه جدا. ما تقلقوش ان شاء الله رب العالمين في حصص بكره كلها هديكم ورقه واحده فيها الباراجرافز كلها بتاعت المنهج، وورقه كمان فيها الجرامر والكلمات بتوع المنهج كلهم. That's هكتب all عن for كريستيانو today. رونالدو يا مستر. اكتب يا سيدي، مفيش مشكله. Have you got any questions؟ اكتب، اه يا المهم مستر، انا تكتب. عندي ازاي خسرت 4-1 يا مستر؟ الذل ده. الكورة حرام يا ابني، مش عندك امتحانات؟ والله ما اتفرجت على الماتش، والله شفت النتيجة على طول اقسم بالله. طب كويس. بس That's all الصراحة for هتفرج على ماتش مصر النهارده لان انا اتنكد إن عليا شاء الله، فلازم اغير في الشغل. إن شاء الله. That's it for today my friends. See you soon إن شاء الله. باي باي.